صدفا، إنها أمر الله، إنه قضاؤه وقدره الغالب بل الغلاب. لا إله إلا الله. هناك معادلات يا أخواني، بعض العلماء وبعض الأذكياء يحاول أن يستنبط حتى نوعا من المعادلات تحكم مثل هذه التعالقات. يعني قرأت مرة في كتاب لابن الجوزي رحمة الله تعالى عليه، وأذكر أن هذا مذكور في أكثر من مصدر، السيوطي ذكر ذلك، على ما أذكر أيضا ابن كثير لعله ذكر هذا في البداية والنهاية. على كل حال ابن الجوزي أبو الفرج ينقل عن الصولي، أبي بكر الصولي الكاتب والأديب الشهير، يقول الصولي: كان الناس يقولون كل سادس يقوم للناس يخلع، كل سادس يقوم للناس يخلع. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أيها الإخوة في سياق المسلمين السياسي، سياق الحكم، يعني الخليفة أو السلطان السادس دائما كان يخلع، إما أن يقتل إما أن ينزع من ملكه. شيء غريب، يعني معادلة هذه. فهل هذا صحيح؟ هل هذا صحيح؟ ابن الجوزي ذهب يختبر ذلك، وجده صحيحا إلى وقته. ابن الجوزي متوفى سنة 597 أو 95 تقريبا، 97 نعم للهجرة، في أواخر القرن السادس الهجري. أبو الفرج جمال الدين ابن الجوزي عبد الرحمن رحمة الله تعالى عليه. الإمام السيوطي في تاريخ الخلفاء أعاد اختبار ذلك وسبره فوجده صحيحا وأكد أنه صحيح. الإمام الذهبي أراد أن يجعله منخرما، قال لا، هذا لا يصح وينخرم بأشياء، واعترض بأشياء رحمة الله تعالى عليه. لكن السيوطي في تاريخ الخلفاء رد عليه وبين أن هذه القاعدة لا تنخرم بما ذكر الإمام الذهبي. يعني هناك معادلة معينة في تاريخ المسلمين السياسي. فذكر ابن الجوزي مثلا أن الله تبارك وتعالى من على هذه الأمة برأسها وأشرفها وأنبلها برسول الله صلى الله عليه وسلم. كان نبيا وكان أيضا قائدا سياسيا لأمته بلا شك، كان أعلى رأس متنفذا. ثم بعد ذلك انعقد الأمر للشيخين الجليلين أبي بكر وعمر رضوان الله تعالى عنهما، ثم لذي النورين عثمان رضي الله عنه، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم بعد ذلك للحسن بن علي 6 أشهر رضي الله تعالى عنه. ثم بعد ذلك أيها الإخوة من الذي أتى؟ أتى ابن الزبير، بعد الحسن خلع، الحسن هو الذي خلع، أستغفر الله. الحسن 6 أشهر ثم خلع، نعم باتفاق جرى بينه وبين معاوية بن أبي سفيان، لكنه لم يبقى في الخلافة. فهذا أول شيء. ثم بعد ذلك أيها الإخوة جاء معاوية بن أبي سفيان، ثم يزيد ابن معاوية، ثم معاوية ابن يزيد، ثم مروان ابن الحكم، ثم عبد الملك ابن مروان، ثم نازعهم عبد الله ابن الزبير فخلع ومات شهيدا. وهكذا أيها الإخوة تستمر المعادلة، يمكن أن تعودوا إليها في الكتب التي ذكرت، ودائما نجد أن الخليفة أو السلطان رقم 6 السادس يخلع أو يموت أو ينزع من ملكه. إذن الناس استنبطوا هذا وقالوا هكذا، قالوا كل سادس يقوم للناس ينزع. شيء غريب، شيء غريب. هذا يذكر